السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبيباتي في قناتي وقناتكم يوميات ونصايح فوزية. زي ما تعودنا فيديو مشتريات الخضار، اللهم بارك. السوق النهاردة كانت أسعاره حلوة جدا يا بنات، إلا فيما نظر. هنتعرف مع بعض على أسعار الخضار. أنا بصوا كنت عايزة أعبي كده الخضار كله من حلاوته. انتوا عارفين الشتاء بقى وجمالها. لو انتي أول مرة تشوفي القناة يا ريت تشتركي من الزرار اللي تحت الفيديو، زي ما يكون لونه عندك بقى أحمر أبيض أسود. المهم إنك تشتركي وتفعلي رمز الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد، ودعميني باللايك. اللايك بيشجعني جدا وبيخليني استمر. كمان يا بنات كلامكم الحلو الجميل هو اللي بيكون حافز ليا ويخليني بجد بجد اكمل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبتدي معاكم باسعار الحاجات اللي عايزه اشيلها في التلاجة او عايزه اشيلها من هنا عشان اخلص منها. بصوا اول حاجه جبت الرنجه دي الحلوه. الرنجة دي جايباها الكيلو ب45. ابني طلبها مني وقال لي نفسي فيها يا ماما، فانا قلت خلاص نقضيها اكله كده. وكمان انتوا عارفين اكله الرنجة ما بتتعبناش يوميها، حاجات بسيطه كده اللي بنشتغله في المطبخ، بس هي الزفاره. المهم هو الكيلو كان ب45. دول تقريبا عاملين كيلو يا بنات. جبت كمان البسارية دي، انتوا عارفين السوق بسارية دي بقى خليط، بسارية كده على سردين. دول هعملهم لزوجي ان شاء الله. هما كانت غالية النهاردة بس هي طازة. عارفين بعد ما روحت ندمت ان انا ما جبتش كيلو وقسمته على 2. عملت له جزء منه والجزء التاني ملحته. هي يا بنات بتبقى حلوة قوي 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 في التمليح، خصوصا كمان ان هي مخلطة بسارية على سردين. جبت كمان الكبد والقوانص دي. انا طلبت من الراجل 3 كبدات و6 قنصات. بصوا انا طلبت بالعدد، قلت له عد ووزن، فدول عملوا 30 جنيه. فانتي عادي ما تتكسفيش، لو انتي مثلا انتي وزوجك اطلبي كبدايه ولا كبدايتين، كملي على اللي عندك. شوفي انتي عايزه العدد ايه، ما تتكسفيش، لان الوضع دلوقتي ما ينفعش ان احنا نشتري كده وخلاص. انا عايزه اعملهم في برام بالرز، يبقى رز كده معمر. فطلبت على قد الناس اللي بتاكل عندي الاكله دي، عارفه ان هم هياكلوا كده. في عندي ابني ما بياكلهاش فمش عامله حسابه في الاكل، وهكذا. فانتي ما تتكسفيش خالص في الظروف اللي احنا فيها دي. لازم نوفر على قد ما نقدر في الحاجات اللي نقدر نوفر فيها. هغسل ايدي دلوقتي بقى نشوف مع بعض اسعار الخضار. والله محتاره ابتدي لكم منين ولا منين. يلا بسم الله ما شاء الله. اول حاجه تعالوا معايا، جبت البزله الحلوه دي. هي لسه طالعه طبعا بقى لها داخله كده على 10 ايام. انا جبت نص كيلو بس، النص ب10 جنيه. هي كانت الكيلو ب20 جنيه. عايزاكم تكتبوا لي الاسعار عندكم وما تنسوش الدعوه الحلوه اللي طلبتها منكم. الجزر القمر الحلو ده الجميل المسكر اللي بريحه الشتاء، ما احلى الجزر ده. انا ولادي بياكلوه. لو انتي ولادك ما بياكلوش زي ما قلت لك قبل كده، حطي الحاجه قدام منهم وهتتاكل صدقيني. وما تخليهمش يشتروا شيبسيهات وحاجات. الحاجات دي دي بتصرف بقى. هتلاقي الشيبسي والبسكوت والحاجات كنا مش عاملين حسابهم زمان، لكن دلوقتي هتلاقيهم بيصرفوا. فالجزر احلى منهم. الجزر ده الكيلو ب10 جنيه. انا جبت حوالي كيلو الا ربع كده، ب7 جنيه ونص. وانا معديه لقيت البصل فجبت كيلو بس ب5 جنيه، لاني ما كنتش متاكده انا محتاجه بصل قوي ولا لا. اتكلم عن الطماطم. الطماطم حلوه جدا، وانا كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات اني جبت وخزنت منها. صحيح غاليه بس حلوه قوي، صلصتها طلعت جميله جميله وحمرا، واقل كميه منها بتحمر. انا جبت زي ما بجيب كل مره 3 كيلو، دول ب20 جنيه، كيلو ونص ب10 جنيه. كل انواع الفلفل الربع ب3 جنيه. انا جبت رص من الفلفل الكوبي ده او الفلفل الرومي زي ما بتسموه، وجبت نص من اللي هو الفلفل الحامي ده على الفلفل البارد ده. دول النوعين من الفلفل بيدوا طعم حلو قوي للسلطه وللاكل، وحتى ده لما تاكليه كده جنب سندوتش الجبنه بيبقى حلو قوي ومغذي. جبت كمان نص من الفلفل الاحمر ده علشان اعمل دقه. عارفين ما بعملش دقه كتير قوي، بعمل نص بنص، نص الفلفل عليه كميه الثوم اللي بحطها والملح تقضيني مده اجيب تاني، ما بتخلص. والحمد لله بتفضل حلوه وطازه، عشان الدقه دي لما بتعمليها وتركنيها مده بحس ان ريحتها وطعمها راحوا منها. جبت الخيار الحلو ده، جبت الخيار الصغير ده علشان املحه، لان الخيار الكيلو جايباه ب5 جنيه سواء ده او ده اغلبه خيار حلو قوي صغنون كده. بصوا يبقى جميل قوي في التخليل، جايباه علشان املحه.
وجبت كمان الخيار الكبير ده للسلطه وللاكل كده برضو زي ما قلت لكم كله غذاء وجميل جدا، ده ب5 جنيه. جبت الليمون يا بنات، الليمون الربع ب2.5، انا جبت كيلو، جبت نص كيلو ب5 جنيه. كنت جايبه قبل كده كيلو، الكيلو ده ملحته. هقولك تملحيه ازاي. انا ملحته رمضان، ملحته في جزء ملحته قبل كده، سلقته سلقه خفيفه كده، وحطيت له عصفر وحبه البركه والميه بتاعته المغليه اللي هي بعد ما بردت، وكان حلو قوي وملحه، وده اتظبط وبقى جميل جدا. طب انا عايزه الليمون يعيش لرمضان، اعمل ايه؟ الليمون كده زي ما هو من غير لا تسلقيه ولا تعملي حاجه، انت هتغسليه وتنشفيه كويس. بعدين هتفتحي الليمونه، مش هتفتحيها زي ما بنعصرها، هتفتحيها كده، هتشقيها من الطول، وبعدين تحشيها، تحطي فيها كميه ملح وعصفر وحبه البركه. يستحسن يكون الملح خشن، ما تقلليش في الملح، لان لو قللتي في كميه الملح ده هيطرى وينعم. تكبسي في البرطمان، تكبسي في البرطمان، ما تحطيش ولا نقطه ميه. كل ما تكبسي في البرطمان وتركنيه قدام منك على الرخامه، هتلاقي الليمون بيخر ميه هو لوحده وبينزل، بتغطيه لدرجه ان انت هتلاقي البرطمان اتملى اكنك حاطه عليه ميه. ساعتها حطي عليه بقى شويه زيت، طبعا انت مغطيه، حطي عليه شويه زيت واركنيه، ده هيقعد لرمضان ويبقى احلى ليمون كلتيه. جبت البزله دي اسمها دي اسمها بقى فاصوليا. جبت الفاصوليا دي، الفاصوليا دي بكام؟ دي كانت ب10 جنيه، انا جايبه ربع للاكل كده يا بنات، يعني زيها زي الخيار، زي الفلفل، زي الجزر. يعني مش هتصدقوا بجد، لو انتي لسه صغيره وعندك ولادك، حطي قدام منهم الخضره، واوعي ابدا يمدوا ايدهم على الخضره تقولي لهم كخ، او تبعدي ايديهم عنها، هياكلوها وتبقى حلوه قوي، بألف هنا وشفا يا رب عليهم للي ياكل يا رب. المهم ده الربع، هي الكيلو ب10 جنيه، دي ب2 جنيه ونص ربع. جبت البطاطس الجديده الحلوه دي، ده لسه غاليه زي ما هي يا بنات. الكيلو ده الكبيره دي ب10 جنيه، في الاكبر منها الكيلو ب12 جنيه، في الصغيره قوي اللي هي بتتسلق دي الكيلو منها ب8 جنيه، يعني الكيلو ربع ب10 جنيه كده. ده بالنسبه للبطاطس. جبت كمان يا بنات البدنجان الحلو ده للتخليل، ولو في عايزه تاخدي وحدتين كبار تحشيهم في برضو للحشو، انا جايباه الصراحه عشان اخلله. ده كان الكيلو ربع ب10 جنيه. جبت البطاطا، لسه البطاطا الكيلو ب5 جنيه، جايبه 2 كيلو، بحب كده اجيبها، بتبقى حلوه للولاد وهم بياكلوها، حلوه جميله ومغذيه جدا. جبت الكابوتش ده، كل سنه وانتم طيبين، طلع ما شاء الله. دول التلاتة ب10 جنيه، انا جايبه 3، بنحبوه على السلطه وبنحبوه برضو، عارفين احنا بقى بنحب الخضار كتير. السبانخ دي جايبه الحزمه دي وكم واحده كده، عملوا على بعض ب10 جنيه، هي كانت كيلو ب8 جنيه، وهو اداني طبعا ربطه الكزبره دي عليها زي ما انتم عارفين كده. ابقى عرضت لكم كل اسعار الخضار اللي انا جبته تقريبا، ده اغلب الخضار اللي موجود في السوق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش تكتبوا لي دعوه حلوه منكم، ما تنسوش كمان تقولوا لي اسعار الخضار عندكم عامله ايه. يا رب يبارك لنا جميعا وكده، وفلوسنا تقضي ان شاء الله، ونقدر نجيب كل اللي نفسنا فيه، ويطعم كل جائع باذن الله. ما تنسوش تشتركوا من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، تفعلوا رمز الجرس دايما يوصلكم كل الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.